أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة بالمغرب. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم، ولايك للفيديو مع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم أن دفاتر تحملات جديدة سترى النور مطلع السنة المقبلة تخص مشروع القطب السمعي البصري الجديد هوليدينغ، بلغت نسبة إنجازها 90%. وأوضح كذلك بن سعيد في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول تطوير القطب السمعي البصري وتحديثه، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أنه تم عقد عدد مهم من الاجتماعات بحضور مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وقناة ميدي آن تيفي وإذاعة ميد راديو لإعداد دفاتر تحملات سيتم التركيز خلالها على تقوية الإنتاجات الوطنية في إطار السيادة الثقافية. وأضاف الوزير كذلك أن دفاتر التحملات ستركز كذلك على توجيه برامج وأفلام وثائقية تهم التراث الثقافي والثقافة المغربية وتاريخ المغرب الغني نحو الأجيال الصاعدة، مع الحرص على تقوية حضور القنوات العمومية الوطنية في الوسائط الرقمية والاشتغال بنظام البث تحت الطلب، وعودة حضور البرامج السياسية والنقاشات السياسية داخل قنوات القطب العمومي، وإلى أهمية للغة الإنجليزية.